مش عشان انت تستاهل او ما تستاهلش، لا، يمكن عشان هو ما يقدرش يديهولك. ليه اصلا بتخذل من الغير؟ بتخذل من الغير عشان بحط سقف توقعات مش واقعي للشخص اللي قدامي. بمعنى، انا لما بحب حد، اوكي، او بخش في علاقة وانا غير ناضج عاطفيا بالشكل الكافي، بيبقى انا حاطط خيالات. انا لو انا حبيت الشخص ده بسرعة، او اي حد يقولك انا حبيته في شهر، في اسبوع، في اتنين، كل ده مش حب. هي دي حتى لو شهر، شهرين، وتلاتة، وفي مشاعر كبيرة قوي 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 قوي، ده تصوراتك انت. انت لما دخلت حالة حب، انت راسم سيناريو لشخصية ما في خيالك انت. الخيال ده لا يضاهي الواقع، هو مش الواقع. فكنت طالب منهم حاجات كتير بناء على النسخة اللي في خيالك. فايه اللي حصل؟ انت ما لقيتهاش، ما حصلتش، فحصل لك خذلان. طب ده بسببهم؟ لا، بسببك انت، لان انت رفعت سقف توقعاتك جدا. وده ما استنيتش تعرف الشخص اللي قدامك حقيقي يقدر يعمل لك ده ولا لا، يقدر يديلك ده ولا لا. مش عشان انت تستاهل او ما تستاهلش، لا، يمكن عشان هو ما يقدرش يديهولك. هو ممكن يكون غير متاح عاطفيا، مش قادر يديك مشاعر. هو يعني في ناس كتير ما بتعرفش تتعامل مع مشاعرها، تتعامل مع مشاعرك انت ازاي؟